سمعني كده، كنت بتقول ايه؟ ما تعرفش مين الاهلي المصري؟ طيب اتمنى بقى انك تكون عرفته النهارده. يعني هو ده الدوري السعودي اللي انتوا بتقولوا عليه؟ الاهلي خلاه دوري مدارس. تحس ان الاهلي النهارده كان بيتعامل مع الاتحاد السعودي على اساس ان هو الاتحاد السكندري، ولكن بعيدا عن اي تحولات جوه الماتش او حتى اي تكتيك من الاثنين مدربين، خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان في مقوله بتتقال ان الحارس هو نص الفريق، بس للاسف المقوله دي غلط. لان جوه الاهلي الحارس هو الفريق كله. محمد الشناوي كالعاده في ماتشات تاريخيه بيظهر فيها ان هو البطل الحقيقي للاهلي. بصراحه من وجهه نظري لولا كره بنزيما وضربه الجزاء وتضييعها، الماتش ده كان هياخد اتجاه تاني خالص. ناهيك بقى طبعا عن تألق حسين الشحات المونديالي، اللي دايما اول ما هتقول له ده في كاس عالم هتلاقيه اول واحد بيهدف. رغم اني كنت مختلف قبل الماتش مع كولر في ان هو يبدا بكوكا في نص الملعب، لكن بصراحه الراجل طلع عنده وجهه نظر صح. وجود كوكا في نص الملعب عمل عمق كبير في نص ملعب الاهلي، وبالتالي قفل على اثنين من اهم محاور الاتحاد، فابينيو وكانتي. فكالعاده الاهلي بيقدم واحده من الدروس للفرق السعوديه وبيقول لهم ما تحتفلش تاني غير بعد الماتش.